السلام عليكم. البارح بالليل واحد السيد كبير في العمر تواصل معايا وقال لي عافاك ولدي، عندي واحد القصه حزينه ديالي وبغيتك ترويها بالصوت ديالك للمتتبعين ديالك. والحلقه ديال اليوم غتكون القصه ديال هذا السيد هذا الواقعيه والمؤلمه جدا اللي غادا تصدمكم. القصه تقول واحد السيد كبير في العمر، تقريبا كبير في العمر، متزوج، تيخدم في المجال ديال الفلاحه، تيخدم بالنهار ديالو. تيقول السيد انه تيخدم 120 درهم، 140 درهم، 150 درهم. الناس ديال الفلاحه غيفهموا لانه تيخدم العطش ماشي السيرفيس باليوميه. تيقول هذا السيد ان الحاله الماديه ديالو في الدار متوسطه، ما خصوش وما عندوش. تيعاني مع الزوجه ديالو اللي نوعا ما متسلطه، واحد السيده اللي عاجبها الزين ديالها، اللي صغر منه في العمر واللي باغا تعيش وما مقتنعاش بالمساله ديال انها تولد الاولاد وتجلس في الدار. واحد النهار هاد السيده هادي تواصلت مع الراجل ديالها، قالت له لا، انا ما بقاش عاجبني هادشي في الدار، وراني بغيت نخرج ندبر على راسي، نخرج نخدم ونعاونك وندير ونفعل، وبغيت نشري الذهب وبغيت ندير هادي كيف ما فما فلانه وكيما فرت لانا. فكان ديالها وافق هذاك السيد الحقيقه، صافي ما بقاش لقى شي حل معاه لانه عنده معاها جوج ديال الوليدات، فقال خليها تمشي تخدم. فعلا هاد السيده دبرت على واحد الخدمه في شي وزين كيحتاجوا فيه العيالات بكثره، وزين ديال الجلد ولا وزين ديال الليمون ولا وزين من الوزينات. على حسب الروايه ديال هاد السيد تيقول ان السيده مشات خدمت في داك الوزين، ويوما بعد يوم السيده غادي وكتبدل. الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، السيده ولات في شي شكل، ولات ما بقاتش قانعه بالدار، ولات باغيه تخرج، ولات تقول لك اليوم غادي نبات عند فلانه وغدا غادي نبات عند فرتلانه، كل نهار وفين. واحد النهار من بعد عامين ديال ديك الخدمه، واحد النهار كتفاجئوا انه تقول له فلان انا راني باغي نطلق، ما بقيتش بغيت الزواج. اش تقول يا فلانه؟ انا ما بقيتش بغيت الزواج، بغيت نطلق. شد لي نقطع عليك، اتصل بالعائله ديالها، اتصل بالاب ديالها، ولكن كلشي مجا من جهتها وكلشي باغيها تعيش حياتها، يعني حتى الاب ما كانش في الصف ديال الزوج. باش دات ديك السيده الطلاق ديالها ومشات عند الاب ديالها، جالسه عنده وشاده معها وليداتها بزوج. دازت المده غادي نسمع واحد الخبر كالصاعقه ان ديك السيده راه بغى يجي واحد السيد يخطبها، وفرحانه على اساس انها غادا تخطب لواحد السيد اخر. هادشي كيبين لهاد الراوي او لهاد السيد اللي تيحكي لنا هاد القصه ان هذاك السيد اللي جاي باغي يخطبها كان عنده علاقه غير شرعيه في الوقت اللي هو كان مزوج بها في داك الوزين. يعني هي ملي كانت خدامه في الوزين وهاد السيد كان مزوج، هي كانت طايحه مع انسان اخر والعياذ بالله. عندي خبر انهم كانوا موجودين واحد النهار اللي غادي يجيو فيه هذاك السيد يخطبها من عند باها، فتسنات الساعه الاولى والساعه الثانيه والساعه الثالثه والرابعه وحتى شي واحد ما جا عندهم للدار. يعني داك الخاطب كان غير تيتفلى عليها وكان تيضحك عليها وخرج لي على ولادها وعلى التريكه ديالها وعلى دارها. بعد مده ليست بالقصيره سمعت انها ولات باغيه تجرب انها تمشي لاوروبا، اخص للدوله ديال اسبانيا في الفريز، وكلكم كتعرفوا هذه المساله هذه. ففعلا دفعت للفريز ومشات للفريز بعد مده قصيره. مشات للفريز على اساس تخدم، حرقات من الفريزه، جلسات في اسبانيا واحد المده ديال 3 شهور او 4 شهور، كنسمع الخبر ديالها لان الاخبار ديالها ديما كتجيني انها مرضات شي مرض اللي ما هواش. دوزات مده قصيره ورجعت للمريض ديالها لانها ما بقاتش قادره تخدم ولانها مريضه بزاف وخاص اللي قابلها. فكنسمع انها كانت معززه مكرمه في دارهم وولات ما محمولاش او ولات مقموعه في الدار ديال باها لانها ولات كتجيب ليهم الصداع مع خواتاتها ومع الام ومع الاب ديالها. الابناء ديالي بجوج، الابنه الكبرى فضلت انها تبقى مع الام ديالها، والابن ديالي الكبير فضل انه يجي عندي. وبالنسبه لحالتي حاليا انا راني نعيش بوحدي انا وولدي، وما تفكر في الزواج وما بغيت حتى شي حاجه من النساء، لانه هذا الواقع اللي وقعت ليا ما عمرني ولا طاحت لي على البال. العبره من القصه الاخوان كما تدين تدان. الا كرفستي شي انسان او شي انسانه في الدنيا كون مأكد انك غادي تجازى في الدنيا وغادي تجازى في الاخره. اخوان المتتبعين ديالي جميعا، اللي عنده شي قصه فيها عبره تكون واقعيه، فيها عبره للناس الاخرين او المتتبعين الاخرين، تواصل معايا، راني كنقرا التعليقات كاملين. تواصل معايا واعطيني القصه ديالك وانا غادي نرويها بدون ذكر الاسم وبدون ذكر المدينه. تنتمنى ان القصه ديال اليوم تكون عجبتكم. اخوكم يوسف يعزكم في الله، حتى القصه الجايه ان شاء الله.